بعد صراع طويل جدا استمات فيه النظام الجزائري بكل ما يملك من إمكانات وقدرات حتى يشغل المغرب عن حق المطالبة باسترجاع الصحراء الشرقية. تبين في الأخير أن هذا الملف على وشك فتحه من جديد كمطلب شرعي ولا محيد عنه من طرف كل المغاربة من طنجة إلى القويرة، لما تمثله تلك الأقاليم في تندوف وبشار وكرزاز والعبادلة وتيميمون وبني عباس ومناطق أخرى عزيزة من مكانة خاصة في قلوب كل ساكنة المملكة، وستعود يوما إلى أحضان الإمبراطورية العلوية الشريفة طال الزمن أو قصر. لقد فشل رهان وتعويل الجزائر على إطالة أمد قضية الصحراء وتوظيف ورقة البوليزاريو لاستنزاف قدرات المغرب السياسية والاقتصادية، خوفا من توجيه البوصلة نحو الصحراء الشرقية، وبالتالي خسارتهم لهذه المناطق المحتلة التي سلبوها ظلما وعدوانا تحت ذريعة وستار الحدود الموروثة عن الاستعمار. وهذا وضع لن يدوم لهم في جميع الأحوال، خاصة في ظل التحولات الجيوسياسية التي تعرفها المنطقة وتشديد بعض الدول العظمى الرقابة على الجزائر باعتبارها عنصر تهديد للأمن والسلام الإقليمي والدولي، وأن عقاب هذه الدولة المارقة آت لا محالة، سواء بتقسيمها أو إجبارها بكل الوسائل لإرجاع حق الأرض لدول الجوار، خاصة صحراء المغرب الشرقية وبعض الأراضي المستحقة للجمهورية التونسية. وبغض النظر لما تحتويه الصحراء الشرقية من موارد طبيعية مهمة مثل الحديد والنفط والغاز، إلا أن هذا ليس سببا رئيسيا في عزم المغرب في استرجاع هذه المناطق، بل وهناك عناصر أخرى أكثر أهمية من المنفعة الاقتصادية وحيازة الثروات الطبيعية. إنه حق الأرض الذي لا يسقط طلبه بالتقادم، والتاريخ سيسيء بلا رحمة إذا فرط المغرب في تحقيق هذا الهدف الأسمى والذي تتيحه كل المواثيق والأعراف الدولية، إضافة إلى حس المسؤولية تجاه تطلعات ساكنة الصحراء الشرقية التي تكن كل الولاء والحنين لإمارة المؤمنين تحت حماية وكنف الدولة العلوية التي ستعطي كل الضمانات لجعل مناطقهم المحتلة بعد استرجاعها وتحريرها لتكون واحة تقدم وازدهار وديمقراطية، بعيدا عن أحكام وسلطة الدولة الديكتاتورية والشيوعية. وتختزن الصحراء الشرقية المغربية المحتلة موارد طبيعية مهمة، خاصة الطاقية منها كالغاز الطبيعي، والتي ما زالت تستغل بشكل غير شرعي من الجانب الجزائري في تحد صارخ للشرعية والقانون الدولي. ورغم هذا الصمت المغربي على تجاوزات النظام الجزائري في هذه المناطق واستمرار استنزاف ثرواتها دون وجه حق،
إلا أن المملكة ليست غافلة عما يفعلون، وتراقب عن كتب كل التصرفات والبنيات التحتية التي أسسها وبناها المحتل الجزائري على أراضي الصحراء الشرقية في بشار وأدرار وتندوف وغيرها، وذلك على مدى السنوات والعقود التي تلت استقلال الجزائر من فرنسا، التي تركت لهم هذه المناطق المغربية الشرقية وتشبثوا بها تحت ذريعة الحدود والأراضي الموروثة عن الاستعمار، مما يخول لهم الاستمرار في استغلال وسرقة ثروات المنطقة وكل ما وجدوا في طريقهم من طاقة ومعادن. ولأن معظم هذه المصالح الاقتصادية مكشوفة فوق رمال الصحراء الشرقية، والمغرب يراقبها عن طريق الأقمار الصناعية ويعرف تفاصيلها بالكثير، وذلك تحسبا لساحة الحسم، حيث ستوجه لها يوما نيران سلاح القوات المسلحة الملكية، مما يمكن من تدمير وتعطيل تلك المنشآت الغير الشرعية التي تشكل عصب وشريان الاقتصاد الجزائري كمنصات الغاز وآبار النفط وبعض مناجم التعدين. إن حرب المغرب المقدسة من أجل تحرير الصحراء الشرقية آت لا محالة، وبذلك سيصبح كل ما بني بهذه المناطق هدفا مشروعا للآلة العسكرية المغربية، لكون هذا الإجراء من جانب المغرب يعد عملا عسكريا مشروعا وقانونيا يهدف إلى استعادة وتحرير أراضي مغتصبة تابعة لنفوذ التراب المغربي التاريخي المسجل في مراكز توثيق وترسيم الحدود وتحديد الأصول، والذي تحميه وتشرف عليه الهيئات الدولية الكبرى.